السلام عليكم حبايبي واخواتي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنفرز الكرشة والممبار بطريقة حلوة جدا، وممكن يفضل معانا كمان لمدة طويلة جدا. يعني لو حبينا كده نطلعه على الفطار هيبقى سهل معانا. هنعمل اصعب اكلة اللي في ثانية، مش هتاخد اي وقت معانا. هنحطها في الفريزر في وقت طويل. يلا بينا. انا كنت عاملة معاكم الكرشة قبل كده، هنعمل الممبار مع بعض وهنشوف ازاي هنفرزهم ومن غير ما يغيروا طعمهم، وهنحافظ عليهم. هنا كده انا حطيت ميه غليت في الاول، وبعد كده كبيتها ورجعت تاني بعد ما غسلت الكرشه كويس. حطيت بقى شويه ميه وشلت بقى الريم اللي بيبقى عليها دوت. بصوا حتى الريم بتاعها ابيض، مش اسود ولا مغمق ولا حاجه، والشرب بتاعتها جميله للناس اللي بتحب شوربه الكرشه. بصوا بقى جميله وحلوه ونظيفه، ما فيهاش اي زفاره. بعد كده بقى هبدأ بعد ما اشيل كل الريم اللي فيها ده، ابدأ بقى احط لها التوابل بتاعتها الجميلة اللي تخلي الشوربة ديت يعني في حتة تانية. احنا كل حاجة عملناها مع بعض في التفريزات، عملنا الاساسيات. كنت مجهزة لكم والله تفريزات كتير جدا، بس ما حصلش نصيب، كان عندي حالة وفاة فاعذروني. فانا عملت معاكم الاساسيات، زي سبكنا كده وجهزنا خلطة المحشي او صلصة المحشي، جهزناها وحفظناها في الفريزر. الفيديو موجود في القناة. وكمان جهزنا اللسان العصفور والشعرية عشان لما نيجي نعمل رز او شوربة يبقى كل حاجة عندنا جاهزة. وكل حاجة عندنا في الأساسيات هي اللي موجودة. يعني هنعمل أي أكلة الأساسيات بتاعتها موجودة، فمش هتاخد معانا أي وقت خالص. يلا بقى إيه، نقول بسم الله كده ونشوف احنا عملنا إيه. بعد كده ما حطيت الكرشة بتاعتي والمية بتاعتها غليت، حطيت الكرشة بتاعتي طلعت الريم منها. بدأت بقى اجيب بصلايه كده شقها 4 ارباع كده، وطماطمايه نفس الحكايه، وجبت كده 5 6 فصوص من الثوم وكده، ومعلقه كده صغيره من الفلفل. حطيت ورق الغار كده او ورق العراوله وغطيتها كده وغطيت عليها وسبتها تستوي براحتها. هنا بقى بدأت ان انا اعمل خلطه الممبار. زي ما انتوا شايفين طبعا الممبار زي خلطه المحشي بالظبط، مع اختلافات بسيطة خالص. بيحب المادة الدهنية بتاعته عشان يبقى كده طعمه حلو كده. وما تخافوش مش هيبقى الدهان فيه كتير ولا حاجة. انا حطيت بقى السمنة وحطيت الزيت. انا لازم احط زيت مع خلطة المحشي. طبعا عايزين تحطوا زبدة او سمنة بلدي يا سلام، هيبقى ما فيش اطعم من كده. انا هنا حطيت معلقتين كبار من السمنة وعليهم معلقتين 3 كده من الزيت. وحطيت هنا معايا 5 بصلات كبار مقطعهم قطع صغيرة خالص. واول ما السمنه كده والزيت دابوا معايا، بدات بقى انزل البصل. بصوا كميه البصل كانت كبيره خالص، ما شاء الله كشت خالص ازاي. وهنا بقى انا كان معايا كده قرنين كبار من الفلفل، يعني فلفلتين كبار كده قطعتهم قطع صغيره. اول ما البصل دبل معايا وادى لون بسيط خالص، بدات بقى احط الفلفل. الخطوه دي مهمه جدا جدا. بدات بقى اقلب كله، وهستنى ما ريحه الفلفل كده تطلع معايا والفلفل يدبل، وابدا احط المكونات التانية. يعني بدي كل حاجه كده حقها، كل مكون بياخد حقه كويس جدا. وبعد كده احط المكون التاني. وما ننساش الكرشه كل شويه كده نبص عليه. انا موطيه عليها ومغطيها يعني نص غطا غطا كده، علشان ايه ما تفرش معايا وتبهدل الدنيا. هنا بقى بدات احط التوابل بتاعتي. اول حاجه هحطها معلقتين حلوين كده من البابريكا، يعني معلقتين بابريكا حلوين مليانين كده، وبس هديها تحميصه بسيطه خالص مع الفلفل والبصل. بتديها طعم حلو قوي وطعم مميز كده وريحه حلوه قوي ولون جميل كمان. هتشوفوها دلوقتي بتديني لون جميل للصلصه بتاعتي، بتخليها حمرا خالص حتى لو الطماطم معايا قليله شويه. وكمان بتديني طعم حلو قوي ليها التحميصه بتاعتها دي، مع الريحه الفظيعه اللي قلب الدنيا. هنا بقى بدات احط التوابل. هنا انا حاطه معلقه من الكمون، معلقه من فلفل اسمر، معلقه من توابل المحشي، معلقه كمان من ال7 بهارات. طبعا انا حاطه كميه كبيره عشان هعمل كميه كبيره من الممبار. وكمان اللي هتفيد معاه من الصلصه بحطها في كيس كده واحطها في الفريزر، بس بستخدمها على طول عشان عليها توابل. استخدمها بقى في محشي، استخدمها في ممبار، زي ما انتوا حابين. هنا بقى بعد ما اديت تحميصه كده حلوه للتوابل بتاعتي مع البصل ومع الفلفل، اهم حاجه ما اطولش عشان التوابل بتاعتي طعمها ما يمررش في المحشي بتاعي او في الممبار. البنات هيحبوا
الممبار. خالص. وهنا كمان كده بدأت بقى احط الصلصة اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض. بصوا فريش خالص ما شاء الله، سبتها تفك وفريش خالص. تعالي يا كارما قولوا لهم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. قول لهم هتشوفوني كتير. الحاجات بتاعتكم ساعة رمضان وحطوها. جدع يا كوكي. بكرة أول عليكم. جدع يا كوكي. بدأت بقى كده ان انا اسيبها بس تتسبك شوية كمان. انا مسبكاها طبعا، بس هسيبها بقى تتسبك شوية كمان مع الصلصة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا ايدي بشوف على طول الكرشة بتاعتي على طول. هنا بقى بصوا قوامها تقل وبقت جميلة خلاص واتسبكت وبقت تسبيكة بتاعتها مظبوطة. ابدأ بقى اشيلها. انا مش بحب احط الرز على الصلصة واديها كده مثلا يعني تقلبتين 3 وهي على النار. ما بحبش بصراحة كده عشان بحس ان الرز مستوي. انا بحب الرز كده يبقى صحيح ويبقى كده يعني متماسك كده، ما يكونش مستوي خالص، يستوي كده مع الرز مع الممبار بتاعي فيبقى يديني طعم حلو. هنا بقى انا حطيت بس نص كميه الصلصه وهشوفها لو محتاجه تاني هحط لها، وبصراحه ما كانتش محتاجه معايا تاني. هنا طبعا انا غاسله الممبار كويس جدا جدا ونقعه في خل وغسلاه بالملح وغسلاه بالليمون وغسلاه كمان بالدقيق ومصفياه، وزي ما انتوا شايفين غسلاه كويس جدا. هنا بقى عندكم طريقتين، لا اما تمسكوا كده الممبار كده وتعملوها بايديكوا كده ما بين صوابعكم، لا اما تعملوها زي كده. وبالنسبه لي الطريقه دي سهله جدا. بمسك الواحده كده بفتحها ما بين صوابعي، انا بحط صوابعي الاتنين جواها زي ما انتوا شايفين كده وافتحها حاجه بسيطه وابدا بقى افضي فيها الرز. الطريقه دي ما بتاخدش معايا وقت خالص وبتسعفني بصراحه، يعني بتعمل لي كده الحاجه بسرعه بسرعه جميل. وكمان الممبار بتاعي يعني تخين شويتين بس مش لدرجة ان هو يبقى شكله مش حلو في الاكل او مكتوم او اي حاجة. هتشوفوه بعد ما يستوي زي ما انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. جميل. بسوا بقى اهم حاجة التكاية دي اللي هي تخلوا الممبار بتاعكم ما يكونش اكنه محشي خالص، يعني اكن كده محشي حاجة بسيطة خالص خالص. بصوا زي ما انتوا شايفين انا بقى كده خلاص عملت الممبار بتاعتي، حشيتها كويس بالطريقه دي وبططتها كده على ايد ما بين ايديا، حسيت اكنها يعني مش محشيه، وقطعتها بقى الطول اللي انا عايزاه. ما تقلقوش يا جماعه هو حجمه مش تخين خالص. انا عملت معاكم الممبار قبل كده رفيع اللي هو الضاني، عملته معاكم قبل كده فحبيت اعمله بقى معاكم دوت اللي هو التخين شويه. ما خدش وقت معايا خالص. بصوا بقى جماله وطعمته رفيع خالص. السمك بتاعه ده هو اللي هيدينا الطعم المظبوط، وكمان الرز بتاعنا هيستوي من جوه. وهنا كده بقى انا شفت مش هيبقى معجن خالص ولا كمان هيبقى ناي زي الفل زي ما انتوا شايفينها جميله خالص خالص. هنا بقى انا هبدا اسوي الممبار بتاعي. الممبار بتاعي انا بدات اسويه، انا بعمل شوربه زي اكني بعمل لحمه او فراخ بالظبط. يعني بعمل الشوربه بتاعتي بحط فيها البصل والطماطم وبحط فيها جزر وبحط فيها التوابل بتاعتي، يعني بخليها شوربه. اول ما بتغلي ببدا بقى انزل فيها الممبار بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، يعني اكني بعمل في شوربه مش اكني بعمل في ميه. دي بتفرق كتير جدا جدا وبتدي للممبار بتاعي طعم حلو جدا. يعني لما تيجي تسلقوا الممبار اسلقوا اكنكم واول كده ما استوى حطيته كده لحد ما برد تماما وصفيته من الشوربه كويس جدا جدا، وبدات بقى احطه في الاطباق بتاعته. اعملها بقى على كميه، على مرتين، على 3 زي ما تحبوا كده. بقى اطلع عايزين تاكلوا ايه كرشه ممبار، اطلع على طول طبق من ده وطبق كرشه وطبق ممبار وناكله بقى وبالهنا والشفا. يعني اصعب اكله، الاكله الوحيده اللي بتاخد وقت كتير جدا دي اتعمل في ثواني وهتاكلوا بقى احسن واجمل واطعم ممبار وكرشه. هنحافظ عليه بقى ازاي؟ هنلفه كده بستريتش غذائي او بكيس اي حاجه، المهم نحكمه كويس جدا يعني ما يخشلهوش اي هوا خالص، عشان الهوا اللي هيخشله هيبوظ معانا خالص مش هيقعد معانا. طب ده ممكن يقعد معانا قد ايه؟ الكرشه والممبار ممكن يقعدوا معانا شهر. على فكره انا مش بعمل الكميه دي كلها بس يعني، وهبدا بقى اغلفه كويس ويقعد معانا الشهر. انا بقول لكم انا ما جبتش يعني ما جبتش كل الكميه لان ده اللي كان موجود فانا خدته، لكن انا بجيب الكميه ما شاء الله بتقعد عندي شهر بحاله، محافظه عليها ومسويها. ما نحب ناكل بنطلع على طول
زي ما انتوا شايفين كده انا غلفته كويس جدا جدا. حبايبي واخواتي، اوعوا تنسوني في الاشتراك في القناة واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وكل فيديو بنزله. بس زي ما انتوا شايفين كده انا بقى غلفت كله وسبت طبعا اهم